أفريقيا للاعبين المحليين بإخضاع الجهاز الفني جميع اللاعبين لمران بعد ساعات قليلة من الوصول إلى الخرطوم رغم الرحلة الطويلة التي أمضاها ثعالب الصحراء قبل الوصول إلى العاصمة السودانية. الروح المعنوية العالية كانت أبرز سمات الميران، والثقة الكبيرة وسط المنتخب الذي وصل بقيادة عدد من أبرز نجومه المعروفين أكدت أن الجزائر وصلت للمنافسة على تاج النسخة الثانية من البطولة. جينا لهنا للسودان من اجل تشريف الالوان الوطنيه تاع المنتخب الجزائري، والاهداف تاعنا ان شاء الله راح تتضح مع المقابله الاولى هي اللي راح تكون المعيار تاعنا، وحنا كل لاعب راهو واجد باش يقوم بالمهمه تاعو، والهدف تاعنا هو التتويج بالكاس باش نفرحوا الشعب الجزائري. الجزائر التي تتنافس ضمن فريق المجموعة الأولى رفقة السودان، أوغندا والغابون شهدت طفرة واضحة في كرة القدم العام الماضي بوصول المنتخب الأول إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا ومن ثم المشاركة في كأس العالم. وسيكون من الطبيعي بالنسبة لرفاق الأزهر حاج عيسى التفكير بشكل إيجابي والتركيز على منح الجزائر إنجازا جديدا يضاف إلى سلسلة إنجازات المنتخب صاحب التاريخ الكبير. استعداد تاعنا البطولة هذه كان استعداد الحمد لله، كان استعداد جيد. احنا محضرين البطولة هذه كما ينبغي، والفريق تاعنا الحمد لله واللاعبين الكل راهم واعيين بالمسؤولية اللي تسنى وجايين هنا باش نمثلوا الجزائر وباش نلعبوا على الأدوار الأولى إن شاء الله. كل فريق عنده الإمكانيات تاعو، عنده رغبة، عندهم مستوى. هادشي احنا ما يخليناش باش نخافوهم او لا، نحترموا كل الفرق، وحنا تان عندنا كلمتنا، واللاعبين راهم واعيين وراهم عندهم واحد القدرات وعندهم قوة ذهنية باش يديروا بطولة في القمة ان شاء الله. منتخب قوي ومتكامل يحمل أحلام بلد المليون شهيد، ويتفاءل الجزائريون باللعب في الخرطوم التي شهدت اللقاء الأهم في تاريخهم في السنوات الأخيرة في الفاصلة التي لا تنسى والتي منحتهم تذكرة العبور إلى المونديال الأفريقي. ظلمت القرى المنتخبات العربية عندما رمت باثنين منهما ضمن مجموعة واحدة، ولكن يبقى الأمل أن ينجح المنتخبان السوداني والجزائري في التأهل معا إلى ربع النهائي. فراس طنون، الجزيرة الرياضية، من أمام مقر إقامة المنتخب الجزائري بالخرطوم. إذا طموحات كبيرة تحتو عناصر المنتخب الجزائري قصد تحقيق نتائج جيدة في هذه البطولة الإفريقية والذهاب بعيد لما لا وبلوغ